ايامكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير. رجعت لكم بعد زمان بفيديو جديد. طبعا اليوم بالفيديو راح اشارك وياكم طريقة السوشي. هاي اول مرة اجرب اسوي سوشي وحبيت اشاركها وياكم. هنا بالبداية عندي صدور دجاج جاهز، حبيت استخدم جاهز حتى استغل الوقت. وهنا تبلت انا الروبيان بفلفل احمر حار وبودرة الثوم وملح بس. وهنا سويت هاي التتبيلة اللي هي عبارة عن نص كوب طحين ونص كوب حليب ونفس البهارات اللي خليتهن على الروبيان حتى أتبل بيه الروبيان واقليه يصير شوي كريسبي طيب. حبيت أسوي زلاطة همين كلش طيبة ويا السوشي. خليت جرجير نوعين مشكل وخليت وياه خس نوعين، أحمر والأبيض العادي، وجزر مبروش. وهذا الصوص تقدرون تجيبونه من الليدل كلش طيب ويرهم ويا هاي الزلاطة. أنا محضرة التمن مال السوشي جبته أنا من الألبرتاين، تقدرون تحصلونه بأي سوبر ماركت عادي مو مشكلة. طبعا أنا أول مرة فقلت خل أجرب أي شي عادي بعدين أجيب الشي الزين. أول شي خليت له نص كوب خل مال السوشي، من تقدروا تجيبونه من الألبرتاين. فخليت هنا أنا طابخة نص كيلو تمن مال سوشي، خليت له نص كوب خل. بس هو المفروض شوي نقلل، بس أنا أول مرة ما كنت أدري، بس أنا أقولكم لا تخلون نص كوب، خلوا تقريبا يعني أقل النص كوب بشوية. فهنا خليت الخل عليه وبديت أقلب بيه حتى شوي يصير لين، حتى أقدر أفرشه على السوشي الورقة مال السوشي. خليته شوي لين يبرد وبديت هيك أفرد بيه على الورقة مال السوشي. طبعا أنا كنت مخليها بطاسة ماي يمي، فشوي كنت أبلل إيدي بالماي وأحط التمن على الورقة حتى لا يلزق التمن بالإيد، لأن شوي كان معجن. لأن قلت لكم أنا كثرت شوي خل، المفروض ما كان أكثر. بس يلا على المرة الثانية نضبطه أكثر، صرت أعرف شنو الإضافات اللي لازم أضيفها وشنو ما لازم أخليه. فبديت أفرده بهذا الشكل، وبعدين بديت أشكل أحط وياه. بالبداية حبيت أستخدم هذا الصوص اللي هو مايونيز حار كلش طيب ويا السوشي. وأول رول كانت بالصدر الدجاج، خليت صدر دجاج وضفت له الخضرة اللي هي الخيار والجزر والفلفل الأخضر البارد وأفوكادو، خليتهم بالرول. ومرة رجعت مرة ثانية خليت نفس الصوص اللي كنت حطيته بالبداية وبديت أسويها الرول. طبعا وأنا أسويها الرول مو قلت لكم التمن كثرت له خل، كان المفروض ما أكثر فعجن، فصارت تلزق بإيدي بهذا الشكل ما تشوفون هيك قامت تلزق. كان شوي عندي صعوبة من سويتها رول، لأن كان شوي تمن معجق فقامت تلزق. بس مو مشكلة، المشكلة وين كان زوجي قاعد يصورني وقلت له اليوم رح تاكل سوشي ينافس أكبر مطعم، فمن شافني أسوي الرول وبدأ التمن هيجي يعجن وما تلف. هنا صار عندي ستريس لأن واقف زوجي فوق راسي يضحك ويقول هذا هو السوشي، وأنا صار عندي ستريس قمت ما أعرف شو أسوي. شلته من الطاولة ورجعتها على النايلونة وبدأت هيجي شوي أكبس بيها بلكت شوي تصير زينة. ما أعرف شو صار لها من ورا التمن، كله من ورا التمن. كان مرة ثانية ما لازم أكثر خال. اي والله، ولفيتها بهذا الشكل وبعدين قصيتها دوائر وتادا صار بهذا الشكل. أخيرا بعد معاناة والله بقيت ساعتين بس أسوي بالرولات. قصيتهن بهذا الشكل وزينتن بالروبيان وزينتن بالمايونيز وبالبصل المقرمش كلش طيب وياه. وهاي الزلاطة مال صدر الدجاج هي صار الشكل النهائي مالتها، وكلش كان طيب السوشي الصراحة. يعني يشيلكم عن التمن كان معجن، بس كان صدق نفس الطعم اللي أكله أنا دائما بالمطعم كلش طيب. أتمنى تكونوا حبيتوا الفيديو والتجربة مال السوشي، وإذا حابين أسوي لكم بعد فيديوهات وتجارب أكثر لا تنسون تكتبوا لي بالتعليقات، ولا تنسون تشتركون بالقناة وتفعلون الجرس حتى يوصلكم كل شيء أول بأول. وأحبكم وايد، يلا مع السلامة.